انا ليه؟ انا ازاي؟ انا امتى؟ المشهد اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي طالع منه أسئلة من واحد المفروض إن هو مجنون، بس أمثلة زي دي وأسئلة زي دي هنعرف في الفيديو ده إن هي طلع منها المباحث الأساسية للفلسفة، ومش بس الفلسفة، علوم تانية كتيرة أوي. أنا إيه؟ ده المبحث الأولاني في الفلسفة، وده اللي بيدور على ما وراء الطبيعة واللي بنسميها الميتافيزيكس. المبحث ده بيسأل في الوجود، أنا إيه؟ أنت إيه؟ الحاجات اللي حوالينا دي كلها إيه؟ يعني مثلا أنا لو نمت وحلمت بكرسي، هل الكرسي ده حقيقي وموجود ولا لأ؟ وإيه اللي بيخليني أحكم إن الكرسي اللي في الحلم ده كان كرسي خيالي والكرسي اللي أنا شايفه وأنا صاحي هو كرسي حقيقي وموجود؟ هديكم مثال تاني. الدكتور بالنسبة له البني آدم هو مجموعة من الأعضاء، لما الأعضاء دي بتوقف تشتغل البني آدم ده بيموت. لكن الفيلسوف مختلف شوية. الفيلسوف بيفكر هل البني آدم فعلا مرتبط بالأعضاء وبس؟ ولا في بعد روحي ومعنوي أكتر من كده للموضوع؟ يعني لما البني آدم جسمه بيختفي بعد ما بيموت، البعد الروحي بيحصل فيه إيه؟ الروح بيحصل فيها إيه؟ أنا إزاي؟ ده بقى المبحث التاني في الفلسفة، وهو نظرية المعرفة أو epistemology، وهو بيبحث إلى أي مدى أنا أقدر أعرف الوجود. مش بس كده، وكمان طرق المعرفة اللي أقدر أعرف بيها الحاجات اللي حواليا. يعني مثلا هل في طرق يقينية محددة أقدر أعرف إن في حاجة اسمها روح ولا لأ؟ هل اللي بعرفه هو مجرد اللي بشوفه وبسمعه بحواسي؟ ولا ممكن أوصل لحاجة أنا مش شايفها بالعقل؟ هل هنقدر نعرف كل حاجة وبرضه نتأكد من كل حاجة إحنا عارفينها؟ ولا دايما هيبقى في حاجات إحنا مش قادرين نعرفها ومهما حاولنا عمرنا ما هنقدر نعرفها؟ طب إيه؟ المبحث الثالث للفلسفة بيعرف 3 قيم أو ethics: الحق، الخير، والجمال. القيمة الأولانية هي قيمة الحق، ودي بيدرسها علم المنطق، وهي اللي بتحط القواعد الأساسية لأي حد عايز تفكيره يبقى صحيح ويوصله للحق. القيمة التانية وهي قيمة الخير، وبيدرسها علم الأخلاق، وهي اللي بتحط القواعد الأساسية لأي حد عايز يتأكد إن أي عمل هو عمله عمل خير وأخلاقي ولا لأ. القيمة التالتة وهي القيمة الأخيرة، قيمة الجمال، واللي بيدرسها علم الجمال، هي اللي بتبحث في المعايير الأساسية اللي المفروض تكون موجودة في أي شيء أو أي شخص عشان أوصفه بالجمال. كل اللي احنا قلناه في الفيديو ده بيختلف من وجهة نظر فيلسوف لفيلسوف تاني. يعني مثلا ممكن فيلسوف يكون شايف معايير الجمال بطريقة يختلف عنه فيلسوف تاني، أو مثلا يكون في عمل فيلسوف شايف إن هو ما بيتعارضش مع الأخلاق وفيلسوف تاني عكسه. انت بقى كفيلسوف مبتدئ عايزين ناخد رأيك في حاجة. لو في ولد عايش طول عمره بيشوف حاجات معينة، هل ممكن يقدر يتوصل لحاجات غير الحاجات اللي هو شافها طول عمره ولا لأ؟ عايزة أفكركم بكل اللي شرحناه في الفيديو ده، إن الفلسفة ليها 3 مباحث رئيسية، واحد بيبحث في الوجود، التاني في المعرفة، والتالت في 3 قيم أساسية هي الحق، الخير، والجمال. في الفيديو اللي جاي هنعرف إجابة ل3 أسئلة: هي الفلسفة هري وخلاص؟ ولا هي ليها فايدة فعلا؟ ولو هي ليها فايدة، إيه هي الفايدة دي؟